الاهلي قوي عشان بيدافع عن حقوقه، ولما بيدافع عن حقوقه هيجي حق الاسماعيلي وهيجي حق سموحه وهيجي حق الاتحاد عشان الاهلي قوي. وهنا مش بقولها اللي انا منظره او فرد دراعات باللغه العاميه، انا مش بقولها عشان كده خالص، انا بقولها عشان الاهلي الوحيد اللي قادر زي ما بيغير اللوائح والكل يمشي عليها من سنين السنين، اللوائح الداخليه بتاعت اللعيبه والكلام ده كله، والانديه ابتدت تمشي عليها من ايام وانا بلعب اوكي الى دلوقتي لما النادي الاهلي تاني وجوده وكلامه بيدافع عن حقوقه. عشان حضرتك في مشهد البعض ما اتكلمش فيه، اللي احنا بنتكلم فيه وبنحاول نصدره لكل المجتمع الرياضي حاجتين، اوضه لبس الاهلي. اوضه لبس الاهلي دي ما حدش يقدر يتكلم فيها. لو جبت اضعف الضعفين، انت بتدخل النادي راح تتمرن، اقعد اتكلم اناقش جعفر جنبي زميلي اقول له انت بتاخد كام؟ طب طلعوا لك ال 25% ولا لا؟ هنهزر؟ مش لازم تسال، الاعلام قال لك فبقيت تتعامل على اساس اللي سمعته. تمام، انا بتكلم على المشهد الحقيقي، اسمعوا مني. انت سالتني السؤال، انا الخصه لك في نقط معينه. دي مشكله النادي الاهلي، لكن المشكله الحقيقيه اللي انت بتحسب قرارات خاطئه في توقيت انا بنافس. انا بدفع ملايين للبعض اللي مش عاجبه، بدفع في ميزانيه ضخمه جدا، بتصرف كتير جدا عشان في الاخر تتوج، لان الاهلي بطل. الاهلي المركز الثاني زي المركز الاخير، الاهلي المركز الثاني زي الاخير. شبابه بيعلموه كده، واللي بيجي من بره بيتعلم كده حتى لو هو ما يعرفش كده. فبالتبعيه لما يحصل خطأ يأثر على بطوله في وقت في توقيته حساس، مع المفروض حد جايبه من بره، الاخطاء تقل. على سبيل المثال تسمحوا لي اقف اشرح لكم حاجه؟ يلا اتفضل. انا مدافع ماشي، وعلمونا من واحنا صغيرين لما تروح حتى تعترض تحط ايدك كده. انا هتكلم في نقطتين بس. يلا انا اتعلمت في الكوره لما بروح اكلم حكم ايدي تبقى ورا ظهري ويقول لك ما تروحش لوحدك، طالما ليك حق تكلم الحكم فيها احترام وهو يبادلك نفس الاحترام. لكن ما شفتش حكم بيروح يكلم لعيب واثنين وثلاثه من نجوم مصر. والنادي الاهلي بيربي نجوم، اللي هو يبقى لاعب منتخب، واللاعب اللي يبقى كويس بيلعب منتخب الاهلي بيحاول يجيبه عشان ده لاعب منتخب مصر. وانا اروح كحكم اتعامل معاه بالشكل ده واقول كلام ما يصحش يتقال. انا راجل كنت كابتن النادي الاهلي واتشرف بده، كان الكابتن محمد فاروق بيحكمني. اتحدى، وساعات كنت ببقى عصبي، اتحدى لو طلع لفظ للكابتن سمير عثمان، للكابتن من اي لعيب في جنة، للكابتن سمير، للكابتن ياسر عبد الرؤوف، ياسر عبد الرؤوف، كابتن محمد فاروق. كل عمرنا ما حصل كده، في احترام متبادل للقرار، وحتى لو بعترض يبقى فيه. تمام. النقطة الثانية بقى، قبل ما تقول النقطة الثانية سريعا، أنا بس عايز أسأل كابتن جعفر في أقل من ثانية عشان بس أخلص كلمتي. سريعا. حضرتك أنا مدافع، علمني اللي أنا بروح كورة بقابلها بحط إيدي كده بتعامل معاه، إيدي بقى تروح كده، إيدي تروح كده، إيدي تنزل كده، ده هزار. في لعبات القوانين اتغيرت يا فندم، لو واقف في جنبه كل واحد في المجتمع الرياضي بجميع الوانه، اسمع مني هاني الكلمتين دول، بجميع الوانه وبجميع الانتماءات، كل واحد بيشوف اللعبه بعينه على حسب لونه، على حسب بس حفظه، في حاجات بتبقى واضحه مش محتاجه، على حسب الكره دي واضحه. لو حكم طلع قال لي مش ضربه جزاء ما يستحقش يتكلم في التحكيم. طيب لو لعيب او مسؤول او اداري او تيجي يقول لي مش ضربه جزاء، انا اسف.